4 تنمية الشوارع وتشجيرها. 5 توزيع الشقق السكنية الواطئة الكلفة اللي باقية صراحة بس للأعمال والأغراض الدنيئة. صحيح. 105 باقيات هناك والفقراء هسه جاي يلاطمون البينات. صحيح. 6 وهالراسين في الموعد انتخابات، يقول بالانتخابات توزعوا وافق. 6 تشغيل عمال النظافة واعطاء اجورهم بحق. صار 4 اشهر ما نعطيهم اي اجر لعمال النظافة وهو جاي يشتغلون ندفع منهم. 7 تنظيم السوق الرئيسي بصورة تلائم الجمالية للمدينة. 8 عدم وجود متلبس بالمدينة وعدم وجود متنزه. المتنزه الموجود هنا شالوا أغراض للسماوة. ليش؟ وأجروه قهوة. 9 عدم وجود هذا التصميم الأساسي راح يخلينا نعرف شنو المشاريع المقامة راح يصير المستقبل. 10 رفع الأنقاض عن جانبي النهر وتبليغ دائرة الري بذلك. لأن حسب مثل ما الشغل ما شاء التجاوزات عن الحصه المائيه بشكل مباشر. نعم بس صح. ورفع التجاوزات عن الحصه المائيه من المحافظات يواجهون 11 صح. لا هي نفس السنه 11 تبليغ واكمال الشارع الرئيسي الواصل بين مدينه الرميضه والسماوه شارع الموت. 12 اناره داخل المدينه شحيحه جدا. 13 جبايه الاغذيه والنواحي بالنسبه لاداره البلديه تذهب للوزاره وما يستفاد منها ابناء المدينه. جبايه الاغذيه والنواحي عفوا ما البلديه كل شيء للوزاره. دينار واحد يروح للمركز يشتغلون بها متنزهات السماوه ما يشتغلون بها بالرميضه. ليش؟ 14 عدم دخول منطقه الغرب بمشروع المجاري والنوافذ. واحنا بالنسبه لمنطقه الصوب الصغير حسب 4 مرات بنفس المقام والانعاد بعد موجوده المشكله. ولحد الان تسمى طسه الشيخ بليح موجوده لا تقول ازوركم اياها يعني. 15 عدم استثمار المسبح لمده 10 سنوات والمسبح ب 10 مليارات دينار. اذا احنا ما سوينا 10 مليارات التنفيذيه تملك 5 شوارع حسب ما الكيلومتر بمليار. هسه لو بقي يعني 10 كيلوات داخل المدينه نطالب بان يفتحون هذا المسبح. اذا عندكم بعد التوظيف غير